لفريق الدحيل الصعود للمباراة، مبروك للصعود للمباراة النهائية. سيداتي آنسات سادتي، بالحب التقيت معكم اليوم وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الدور قبل النهائي لهذه البطولة غدا إن شاء الله. عمرو الساوي متواجد في المباراة النهائية لدورة الراحل العظيم الراحل المحاسب علي عبد العزيز العديسي. مباراة تجمع ما بين مركز شباب أرمنة الحيط وقافلته غدا في المدينة الشبابية. انتظروني غدا تغطية حية من ملعب المدينة الشبابية. شكر والتقدير والاحترام موصول لكل أهلنا هنا في قرية الضبعية. شكر موصول للجنة المنظمة للبطولة بالكامل. كل الشكر والتقدير. كابتن جمال السعد على الهواء مباشرة. النهارده إن شاء الله انتهت المباراة. توقعاتك وخلاص كده السمان فرق حجزت تاني النهارده بعد ما يزلوا. كابتن عمرو، اولا الحمد لله على سلامتك في قريه الضبعيه بلدك الاول. احنا بنعتبرك اخ من الاخوه الافاضل، وكل سنه وانت طيب يا كابتن عمرو. ان شاء الله بكره مش عارفين نتكلمش معانا يعني. انا بعتذر والله لاني متواجد في نهائي دوره الراحل المحاسب علي عبد العزيز العديسي ختام البطوله وانا متواجد فيها، لكن اوعدكم ان شاء الله اكون متواجد في الادوار القادمه باذن الله. ان شاء الله احنا سعداء بوجودك وبكره ان شاء الله هنبتدي دور 8. والنائب وعد الناس، احنا كناش راح ندوا المركز الثالث، انما وعد من النائب ان المركز الاول والثاني والثالث ليه هدايا باذن الله، الصغيره والكبيره باذن الله، وراح نشوفوك في النهائي باذن الله معنا كابتن عمرو. ان شاء الله حبيبك كابتن عمرو، كل سنه وانت طيب. نجم الكبير كابتن جمال السعدي، شكرا جزيلا. متابعين عبر اللايف عبر المباشر، واحد من النجوم الكبار بالتاكيد يعني كابتن جمال السعدي، اسم كبير يليق باسم الكره بصراحه ونجوم الضبعيه بالكامل. تحياتي عمرو الساوي من هنا من هذا اللقاء من ملعب مركز شباب النائب محمد عبد العليم الضبعاوي بقريه الضبعيه. هذا الوليد الذي يعني اللي امام حضراتكم باذن الله يعني اللي زي ما ظاهر في الشاشه وليد جديد يظهر في سماء الكره الاقصريه. كل الامنيات الطيبه بالتوفيق ان شاء الله. حفظ الله مصر رئيسا وحكومه وشعبا، جيشا وشرطه وقضاء واعلاما، وكل مؤسسات الدوله المصريه تحت القياده السياسيه الرشيده لزعيم العرب وزعيم افريقيا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحياتي عمرو الساوي، دمتم في امان الله. شكرا جزيلا للكابتن حسين الزعيم المتواجد على التصوير على فكره. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.